السلام عليكم ورحمة الله. معكم مام الكربلائي. اليوم حلقتنا نتحدث عن العناصر الغير متوفرة في بلدك اللي تطلع لك بالستور. مثلا تريد تحدث لعبة مثل الكلاش، مطلوب تحديثها ويقول لك ما موجودة على الستور، هذا العنصر غير متوفر في بلدك. فأكو حل بسيط كلش، انه تفتح المتجر هو السوق وتكتب هنا في حقل البحث برنامج اسمه HOLA اللي هو هذا Free VPN. تنزل هذا البرنامج، انا منزل عندي. بعد ما يتحمل راح تلقاه هنا بنهاية التطبيقات، تفتحه تنزل لجوا تطبيقاتي، تدوس على أكثر يعني عرض كل التطبيقات، تنزل إلى الستور المتجر، هذا موجود متجر بلاي، تفتحه وتقول له فتح. هنا تقدر تغير أي دولة تريدها، مثلا التصفح من أمريكا، بريطانيا، تختار أي وحدة مثلا على مود يسويك إنه فاتح المتجر مثابة حساب أمريكا أو بريطانيا مثلا. دوس فتح. طبعا البرنامج سهل ويتحمل بسرعة وفعال جدا. تضغط على أثق في هذا التطبيق، تخلي علامة صح وتدوس على موافق. الآن فتح لك الستور، بس أكو خطوة أخرى على مود تكمل الخطوات. تخرج تفتح الإعدادات، منه إعدادات، تروح على العام، تنزل إلى مدير التطبيقات، تروح إلى بطاقة دور التشغيل ودور الكل، يعني هيك تتصفح على اليمين لحد ما تصل إلى الكل. هنا كل تنزل إلى البلاي، يعني جوجل بلاي السوق، تنزل هذا متجر جوجل بلاي، تفتحه وتدوس على مسح البيانات، يقول له موافق. هسه تخرج ترجع على القائمة، تفتح الجوجل، راح ينفتح عندك حساب أمريكي أو بريطاني حسب ما اختاريت أنت. هسه أنا هنا مختار بريطانيا. راح ينفتح لك سوق أمريكي وبكل المواصفات وبكل التطبيقات، وراح تلقى شي مختلف جدا عن السوق اللي الشرق الأوسط. دوس قبول. شوف أيضا هاي هنا حتى حقل البحث يختلف عن القديم. من ساعة من بحثنا من كان السوق عراقي، بحثنا ما طلعت لنا الكلاش، طلعت لنا برامج مزيفة، يعني ما طلعت الكلاش الحقيقية. وحتى إذا طلعت يقول لك هذه العنصر غير متوفر في بلدك بالنسبة للشرق الأوسط ككل. الآن لو نبحث عنها، بس خلينا ننتظر خلي يفتح. أقدر أوريكم من الستايل مالته الجديد اللي يختلف عن الشرق الأوسط. فتح. تلاحظون الستايل هنا مختلف، تطبيقات، أفلام وموسيقى، ألعاب. تكتب مثلا هنا كلاش اوف كنز، تبحث راح تطلع لك اللعبة بكل سهولة، وما يطلع لك أي شيء متعلق بهذا العنصر غير متوفر ببلدك، بالعكس تنفتح وتتحمل. أي تطبيق ممكن يخطر على بالك راح يطلع. عند الإنترنت شوي بطيء. هاي اللعبة شوفوا أنا مثبتها ومحدثها. هذا كان شرح بسيط، أتمنى أن ينال إعجابكم. أرجو الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو أيضا. شكرا جزيلا.